السلام عليكم. فيديو النهاردة هيكون مميز جدا جدا، هنتكلم فيه عن الكوردون بلو. طبعا الكوردون بلو من الأكلات العالمية اللي بتتقدم تقريبا في كل مطاعم العالم. تعودنا دايما ناكله بره أكتر من إننا نحضره في البيت. دايما بنبقى خايفين نحضره من البيت أو في البيت لما نفتحه وما نلاقوهوش مستوي تمام. النهاردة بقى في الفيديو ده هنشوف نحضره ويطلع مظبوط مستوي لأقصى حد، وهيكون كده جوسي وطري. غير كده اسرار في تحضيره حرفيا هتاكلوا صوابعكم وراه. بس ما تنسوش نعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناة هيبو كيتشن، ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنقول كمان سر تسويته انه يكون مظبوط، ويكون طري وجوسي مستوي من جوه، و... وما يكونش ني. هقول لكم على تكات كده، بس اتفرجوا للفيديو للاخر عشان تعرفوا التكات اللي انا هقول عليها. يلا نبدأ بقى وهنشوف هنعمل ايه. اول حاجة ان شاء الله كده هنجيب ايه؟ هنجيب صدور فراخ بانيه، او تجيبي صدر وتقطعيه براحتك. هنعمل ايه؟ هنجيب ورق استريتش راب، او يا بنات نجيب اكياس تلاجة مش هتفرق. وعارفين المدق؟ لو انت ما عندكيش مدق، طب هنعمل ايه؟ بايد هون، بأي حاجة تقيلة كده، ممكن بكوباية. المهم أنا عايزاه إيه؟ هفضل أدق عليه كده لغاية لما أخليه رفيع جدا. ليه بعمل الحركة دي؟ هي دي سر التسوية، عشان يكون كده رفيع وما يكونش سميك وما ياخدش مننا وقت في التسوية. وهو دي التسوية الصح، ان هو يكون رفيع. ماشي، هو ده سر التسوية، ان هو يكون رفيع فهيطلع معانا مظبوط. شايفين؟ ادينا فضلنا ندق عليه من كل الاتجاهات. هنعمل بقى ايه؟ ده بيكون شكله. هنحط له بقى تتبيله. ايه هي تتبيلتنا؟ حاجات بسيطه جدا، شويه ملح صغيرين، رشه فلفل اسود، وممكن تستغني عن الملح عشان احنا لو هتحطي بسطرمه هتحطي زيتون ممكن تستغني عن الملح. وهتحطي ايه؟ معلقه مستردة. لو ما عنديش يابا مستردة، طب هعمل ايه؟ بلاش المستردة. ممكن تحطوا يا بنات رشه بابريكا وملح وشويه فلفل اسود. طبعا الحشوة اللي جوه براحتك، هتحطي لانشون، هتحطي بسطرمة زي ما انا حاطة، هتحطي قطع فراخ مستوية، ممكن تحطي لحمة مفرومة. في ناس كده بتحب تفتكس حاجات. هو المفروض بيتعمل ببيفي، بروز بيف، بس احنا طبعا ايه الموجود عندنا. وهنحط قطعة من الجبنة الشيدر، ممكن جبنة تركي، ممكن جبنة موتزاريلا، وهنبدأ نلفه كده. بصوا، لفيناه رول كده. وبعد كده هنجيب بقى الاسترتش راب، هنبدأ نلفه بيه. ليه بنعمل الحركة دي؟ عشان يبقى معايا اسطواني كده، يبقى شكله مظبوط. بصوا هنقفله من الحرف ده، ومن الحرف ده نلفه كده. تمام، هيبقى شكله اسطواني. دي اول واحدة. هنعمل كمان واحدة، هوريكم واحدة تانية عشان تعرفي برضو ازاي هنعمله. ممكن بقولكوا تستغنوا عن المستردة، ممكن تحطوا توم باودر وبصل باودر وبابريكا، ممكن تحطي ملح وفلفل اسود بس. في ناس بتحط كاري. يعني التتبيلات دي بقى بتختلف من كل حد، بيعملوا التتبيله شكل. بصوا احنا بصوا شايفين احنا بندق عليها ازاي. مهم نخليها سمكها خفيف جدا، مش عايزاها تخينه عشان تستوي معانا. في ناس بتحطه بعد ما بتعملوا كده بتروح حاطاه في ورق البلاستيك راب ده، وتحطه يا بنات في فويل وتسلقه. تحطه في النار كده في ميه مغليه لمدة ربع ساعة عشان يعني يستوي من جوه. لا، انا من غير ما احطه، من غير ما يتسلق، انا هوريكم طريقتي، وهتلاقيه مستوي من جوه وجوسي ومقرمش من بره. و... ومن غير ما انتي تسلقيه. في ناس بتتخوف من حتة ان هو ما يكونش ايه، مستوي. لا، انتي مجرد ان انتي هتدقيه وترفعيه قوي، مش هياخد وقت منك في النار. والحشوات زي ما قلت لكم اللي انتوا عايزينها. شايفين؟ هتحطي بقى جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، جبنة رومي، اي بقى جبنة موجودة عندك. ممكن تحطي قطع فلفل. بصوا هنلفه كده رول،
زي ما انتم شايفين. بصوا بيتلف بكل سهولة معانا اهو، شايفين. ليه بنحطه في البلاستيك راب ونحطه وبنلفوه كده؟ عشان انا هحطه في الفريزر من نص ساعة لساعة، عشان بس يتماسك معانا. تمام. وممكن لو ما عندكيش استرتش راب عادي تلفيه كده وتحطيه في التلاجة، او سوري معلش يا بنات، في الفريزر لمدة نص ساعة، من نص ساعة لساعة. تمام. ادينا لفيناه احنا بس عشان نخليه شكله اسطواني. هنعمل ايه بقى؟ تتبيلته. هنجيب كورن فليكس وهنجيب بقسماط ناعم. كورن فليكس ده لو شايفينه خشن يا بنات ممكن تضربيه ضربة واحدة في الكبة او في الهون، تدقيه كده شوية. المهم عايزينه ايه؟ ما يكونش ناعم قوي ولا خشن قوي. ايه كمان؟ هنحط بيضة مع شوية لبن كده صغيرين، وعليهم شوية ملح وفلفل اسود. وبرده الكفر اللي بره اللي هو البقسماط والكورن فليكس هنحط لها برده شوية ملح وشوية فلفل اسود. في حاجة تانية هنحطوها، هجيب كوباية دقيق برضه، ارش عليها شوية ملح صغيرين في ملح يعني اقل من ربع معلقة يا بنات، بس عشان ما يبقاش حادق معانا. انا بس بطعم الكفر اللي بره، عشان يبقى كله واخد من طعم واحد. اهو شوية الدقيق، كوباية دقيق حلوة كده، لان انا هنزل في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسماط اللي معايا. في بقسماط صيني كده بيتباع بره يا بنات، لو لقيتي منه هاتي، ما لقيتيش خلاص استخدمي زي ما انا بقولك. برضو هنتبل البقسماط بتاعنا زي ما انتم شايفين، وهحط الكوردون بلو في الفريزر لمدة نص ساعة، وبعد كده لما نطلع هنقلي. هقول لكم على سر تاني، اهم حاجة في الزيت لا يكون سخن قوي قوي مقدوح. دي اول تكة. تاني تكة ان النار ما تبقاش عالية، تبقى وسط عشان يستوي كويس. ليه بقى احنا بنقول ان الزيت ما يبقاش سخن قوي؟ عشان لو نزل وهو الزيت سخن قوي هيتحمر بسرعة ومش هيستوي من جوه. ليه بنقول النار ما تكونش عالية وتكون وسط؟ عشان يستوي صح. دي تكتين برضو. هنفك كل قطعة زي ما انتم شايفين، بصوا متماسكة ازاي. بصوا وانا بنزلها ما فكتش مني ولا اتبهدلت. هنحطها في الدقيق من كل الجوانب كده، وهنبدأ ننزل بالبيض واللبن برضو نغلفها، ونبدأ نحطها في ايه؟ في البقسماط بتاعنا برضو نغلفها حلو كده زي ما انتم شايفين. بصوا ونضغط عليها كده. هنعمل كمان واحدة. لو وصلت لغاية هنا وما لسه ما حطيتيش اللايك بتاعي، انزلي حطي اللايك بتاعي. ولو لسه ما اشتركتيش واول مرة تشرفيني في القناة، اعملي لايك ودوسي على كلمة اشتراك اللي باللون الاحمر، فعلي زر الجرس معلش مهنجة انا. فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، هيوصلك اشعار، هتعرفي ان هبة نزلت فيديو. يا رب تكون ابقى خفيفة عليكم كده وبتفهموا مني وبقدر اوصل لكم المعلومة. بصوا الزيت مش سخن قوي زي ما قلت لكم، يا دوب دافي يعني، لا برضو مش بارد يا بنات، عشان لو بارد الكفر اللي بره ده هيتفك. دي تكه برضو. لو نزلت الزيت ولسه ما يدوب ما دفاش او سخن شويه، الكفر اللي بره هيتفك مننا. هنبدا نحمره كويس، وزي ما انتم شايفين بصوا بعد ما اتحمر هوريكم واحده كده. حطي بقى عليها كاتشب، حطي عليها مايونيز، حطي عليها مستردة. تاكلي بقى جنب، تاكليها جوه عيش، تاكليها مع رز مبهر، تاكليها مع رز ابيض، تاكليها مع رز بشبت، تاكليها مع رز ملون بقى. بصي كليها بقى بطريقتك مع مكرونه جنب صوصات، بس انا ما عملتش صوصات الصراحه. بس انتي بقى تعملي كل، يعني تاكليها مع اي حاجه، تاكل حاف كده بصراحه من جمالها. شايفين الجمال؟ بصوا يعني بجد يا بنات هتعجب الولاد قوي قوي. ما تشتريهاش من بره، اعمليها في البيت لان هي سهله وبسيطه واضمن طبعا. شايفين؟ بصوا هي من بره مقرمشه ومن جوه جوسي واستوت. شايفين مستويه ازاي؟ جربيها بالطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. وان شاء الله اشوفوا فيديو تاني ووصفات تانية واكلات تانية اسهل واسهل
اشوفكم على خير. باي باي يا حبايبي، مع السلامة، هتوحشوني.